السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي أسماء تاج الدين. اسمي صبري شريف. اسمي أرجي عبد الحليم. اسمي ليلي علي. اسمي عائشة عبد النور. اسمي مغفورة يوسف. اسمي صبرين حسن. اسمي نانتي جمال. اسمي سمايا بوبنا. أقدم من مدرسة التقوى. أقدم لكم من مادة التوحيد أسئلة وأجوبة في العقيدة الإسلامية. سؤال: ما العقيدة؟ جواب: هي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده في الإيمان بالله عز وجل وما يجب له من التوحيد بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. سؤال: ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها؟ جواب: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. سؤال: من ربك؟ جواب: ربي الله. سؤال: بما عرفت ربك؟ جواب: بآياته ومخلوقاته. سؤال: اذكر آيتين من آيات الله. جواب: الليل والنهار. سؤال: اذكر مخلوقين من مخلوقات الله. جواب: السماء والأرض. سؤال: ما دينك؟ جواب: دين الإسلام. سؤال: ما الإسلام؟ جواب: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. سؤال: ما أركانه؟ جواب: أركانه 5 وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الثاني: إقام الصلاة. الثالث: إيتاء الزكاة. الرابع: صوم رمضان. الخامس: حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. سؤال: ما مراتب الإسلام وما هي؟ جواب: مراتب الإسلام 3 وهي: الأول الإسلام، الثاني الإيمان، الثالث الإحسان. سؤال: ما الإيمان؟ جواب: الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح. سؤال: ما أركان الإيمان وما عدده؟ سؤال: أركان الإيمان 6 وهي: الأول الإيمان بالله، الثاني الإيمان بالملائكة، الثالث الإيمان الإيمان بالرسل، الخامس الإيمان باليوم الآخر، الثالث الإيمان بالقدر خيره وشره. سؤال: هل للإيمان ثبوت؟ جواب: لا، ليس للإيمان ثبوت، لكنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. سؤال: ما الإحسان؟